السلام عليكم. أمس حضرت فيلم دلمة للمخرج حميد السويدي ضمن عروضه في مهرجان العين السينمائي. حميد السويدي هذا يعتبر فيلمه الثالث. أول أفلامه كان عبد الله، وفيلمه الثاني كان مسك، وهذا فيلم الثالث دلمة. حميد العوضي مخرج متميز جدا، له طابع مميز جدا في أفلامه. في شيء مشترك ما بين أفلام الثلاثة هاي كلها، أنه هو يتعامل مع الشخصيات داخليا. كل الشخصيات احنا نشوفها بشكل دائم مستمر في حياتنا، حياتنا المعاصرة. شخصيات طبيعية جدا موجودة حوالينا، ولكنه قادر أن يلتقطها ويقدمها بشكل مختلف، يسبر أغوارها مثل ما يقولون، يدخل في نفسيتها، يحاول يحلل هذه الشخصية، يحلل محيطها وتأثيرات المحيط هذا على هذه الشخصية. وهالموضوع شفناه بوضوح في التجارب السابقة، وشفناه أمس في تجربة دلمة. فيلم دلمة اختار مسرح الأحداث يكون جزيرة دلمة، جزيرة نائية، معزولة، آه، خاوية، آه، وجعلها إسقاط يشبه جميع شخصيات العمل. يعني اختيار مسرح الأحداث ما كان عبثي، لأنه فعلا المكان انعكس على الشخصيات الموجودة فيه. قصة الفيلم تدور عن امرأة تعود بعد غياب إلى بيتها القديم، بيت طفولتها اللي ورثتها عن أبوها. أه تعود إلى هذه الجزيرة عبر العبارة اللي هي المنفذ الوحيد أو الرابط الوحيد ما بين أه الإمارات والجزيرة. تصل وتستكشف المكان وهدوءه وعزلته وقتامته. تصل إلى بيت أبوها القديم، وحال حال معظم البيوت الموجودة في الحي الشعبي الموجود في دلمة، بيت مهجور متكسر، وتقرر أنها تقوم بعمل صيانة للبيت. ومن خلال تجولها في الجزيرة وتعاملها مع بعض الأشخاص الموجودين كالمقاول اللي بيعمل لها الصيانة في البيت، كصاحب المطعم الوحيد تقريبا الموجود على الجزيرة، تبدأ تصطدم بالشخصيات الموجودة وتستكشف معالم الجزيرة. ومن هناك تبدأ تطلع عليها سمعة من هؤلاء الأشخاص اللي عايشين في هذه الجزيرة. يبدون يروجون فكرة سيئة عنها لعموم أهل الجزيرة، الأمر اللي يخلي أهل الجزيرة يعني يتعاملون معها بشكل فظ. وهي ردود أفعالها دائما كذلك عنيفة، فما تقدر تستوعب هذه الفظاظة، فتثير لغط أكبر في وجودها، وتحاول تحمي نفسها من الأجواء اللي حواليها والأجواء الرافضة لوجودها. تطلع هني شخصية دكتور التقت به بالصدفة بعد ما انجرحت وراحت تتعالج. دكتور مواطن شاب، أيضا يعيش حالة خاصة من العزلة، من الغضب، ما كانت باينة في الأول، تجسدت بشكل مفاجئ بعد رحيل زميله في العمل، آه، طبيب أعتقد سوري، وجد عمل في مكان آخر بعيد عن الجزيرة، لأنه ما يبغى يضيع حياته في هذا المكان النائي. هني يحصل تحول في شخصية الدكتور. هل التحول طرح كثير من التساؤلات بسبب ردود الأفعال المبالغ فيها بعض الأحيان، اللي شعرت أنه مبالغ فيها، ولكن حاولت أوجد لها تفسير من خلال نقاشات مع زملائنا بعد ما شفنا الفيلم. شعرت أن هذه ردات الأفعال الغريبة اللي قام بها الدكتور فيما تبقى من الأحداث، وفي علاقته مع هذه الامرأة اللي هي انقلبت من مريضة كانت جاية تتعالج عنده وكان يتعامل معها بشكل عادي جدا، إلى عدوة، وتعامل معها بعنف شديد جدا، وهي كذلك كانت عنيفة. صراعات الشخصيات غريبة، الشخصيات غريبة. ممكن أنت تقول شو السبب في هذه ردات الأفعال اللي تقوم بها الشخصيات. شخصية هذه المرأة تحتار، تحبها وتكرهها، تحتار إذا تقدر تبرر تصرفاتها مع الآخرين بأنها وحيدة وتحاول تدافع عن نفسها. وما كان في شيء خطأ ارتكبته في تعاملها مع الآخرين، كل الأشياء اللي سوتها كانت يعني صحيحة، ما تقدر ترفضها. قد تختلف، قد تقول أنه كان ممكن تدخل إلى المجتمع بشكل أفضل من كذا، كان ممكن تتعامل بشكل أقل حدة مع الآخرين، بحيث أنها تدخل في المجتمع ويتقبلها المجتمع المحدود الموجود هناك المنغلق، اللي في العادة ما يعني ممكن يستقبل
شخصيات جديدة أو شخصية جديدة بهذه الطريقة اللي كانت يعني تتسم بالقوة والحدة. الأمر اللي خلق صراع حتى عندنا كمشاهدين، نحاول نبرر هذه التصرفات للشخصيات، نبحث عن شيء يبرر هذه التصرفات حتى لو ما كان موجود في العمل. يعني على سبيل المثال، في تصرف صادم جدا ارتكبته المرأة مع أحد السياح هناك. أنا ربطته، حاولت أجد له تفسير. أنا ما بحرق طبعا الأحداث، بس أنا حاولت كمشاهد أني أوجد له تفسير. رجعت لمشهد كانت اكتشفت من خلاله أن مطلقة، وأن بنتها الصغيرة اللي هي في سن يسمح لها بأنها ترعاها وتحتضنها، لكن مع ذلك البنت في حضانة أبوها، وفي تقنين شديد جدا من الأب على رؤية بنته من أمها. فهذا يجرنا إلى تساؤل، شو السبب اللي خلاها في هذا الوضع؟ هل هي ارتكبت شيء سابق جعلها يعني تنفصل عن زوجها وتفقد حتى حضانة بنتها، وتركها وجعلها تبحث عن مكان منعزل مثل دلمة تروح تختفي فيه وتبدأ حياة جديدة فيه؟ شو طبيعة العلاقة اللي كانت ما بين الدكتور وزميله اللي جعلته يعني يتحول هذا التحول الغريب؟ هل كان في هذه العلاقة شيء آخر غير اللي ظهر؟ المخرج ما أبرز أي شيء من هالأمور، ولكن هذه تساؤلات حاولنا أن احنا نطرحها، حاولنا نبحث عن تفسيرات أخرى احنا كمشاهدين لربط هذه الأحداث. ربما البعض يقول أن هذا جانب سلبي عند المخرج، أنه ما وضح هذه الأمور، وممكن حد يقول أنه جانب إيجابي لأنه جعل المشاهدين يحاولون يبذلون بعض الجهد في ربط هذه الأمور اللي ما كانت مربوطة بالشكل. ولكن يبقى التحدي الحقيقي في أنك أنت تقدم عمل بإيقاع هادئ جدا، ومع ذلك لا تجعل المشاهد يحس بالملل، تجعل المشاهد مستمتع معك إلى آخر لحظة، يعيش معك أجواء وتفاصيل المكان بكل ما يتسم به من خواء، من عزلة فعلا شعرنا فيها ونحن نشاهد الفيلم. سيطرة جميلة جدا من المخرج على الكتابة وعلى التصاعد الدرامي. ما حرق الأحداث كلها بشكل واضح، ما حرق الشخصيات، جعلها تتصاعد وإحنا كمشاهدين نتعرف عليها بشكل تدريجي. حتى في الأداء التمثيلي خلى كل الممثلين، قدر يسيطر على كل الممثلين بحيث أن يكون كلهم في مود أداء واحد يتشابه مع مود الفيلم. وهذا عنصر يتسم فيه المخرج حميد السويدي في جميع أفلامه. تحس فيه تشابه، طريقة تعامله مع الشخصيات، مع القصص، مع المود العام والإيقاع العام للفيلم. فهاي يطرح جانب إيجابي جدا، أن له أسلوبية واضحة، له نظرة واضحة في التعامل مع أعماله وشخوص قصصه. الفيلم على بساطة فهو عميق جدا، وقادر فعلا أن يبعث الأمل فينا كمتابعين للسينما الإماراتية، كمشاركين في المجتمع السينمائي في الإمارات، في رحلة بحثنا عن أفلام إماراتية جميلة. أنا شخصيا جزء من يعني أحد صناع السينما الإماراتية، وأتمنى لها الأفضل. يمكن ما قدمت أنا الشيء الأفضل، ولكن أسعد كثيرا لما أشوف عمل جميل، لما أشوف صانع سينما له أسلوبية جميلة وقادر أن يقدم أفلام تقدم السينما الإماراتية بشكل جميل. وأتمنى أن نرجع مرة ثانية في الإمارات نهتم بالسينما. الدولة أهملت السينما نوعا ما في الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة. في العقد السابق لما كان في أكثر من مهرجان، لما كان في أكثر من صندوق للدعم موزعة على إمارات الدولة، ولكن كلها توقفت فجأة، اللي ترك صانع الفيلم يشعر بالعزلة اللي تشبه عزلة الشخصية في الفيلم. وانعكس هذا أيضا أن صانع فيلم دلمة أيضا اضطر أن يحصل على دعم من صندوق في دولة أخرى، صندوق آفاق، وهو أول فيلم إماراتي بالمناسبة يحصل على هذا الدعم، لأن في العادة هذه الصناديق تتعامل مع الإمارات أنها الدول ما تحتاج إلى هذا النوع من الدعم. وهذا احنا يعني مشكلة نعانيها كلنا كصناع سينما في الإمارات، موضوع الدعم والتمويل.
ولكن الحمد لله حميد قدر يعني يتجاوز هذه المعضلة ويحقق هذا الفيلم الجميل. أشيد بأداء الممثلين، هيرا وراشد. راشد شفته في أكثر من عمل. آه، آه، عنده طابع مميز جدا في طريقة أداءه. تمثيل هادي جدا، يعتمد على الانفعالات الداخلية أكثر من الحوارات. وإن كانت مخارج ألفاظه كان صعب إني أنا أعرف شو اللي انقال. ساعات كنت ألجأ إلى الترجمة الإنجليزية على أساس أعرف شو الجملة اللي قالها. فهاي ربما تكون يعني عنصر أتمنى تجويده من قبل راشد. المخرج طبعا كمخرج وككاتب أبدع صراحة. حاله حال باقي أفلامه، وأنا سعيد جدا بوجود مخرج مثله. وأتمنى أن يعني يكون عندنا أكثر من مخرج بنفس القوة. عندنا مخرجين ممتازين في الإمارات، ولكن يحتاجون نشاط أكثر، يحتاجون دعم أكثر بس يكونوا موجودين على الساحة. فيلم دلمة فيلم جميل يستحق المشاهدة. في الكثير من الأسرار، الكثير من الأشياء اللي ممكن تخطر في بالك وأنت تشوف الفيلم، كثير من الصدمات اللي بتحسها وأنت تشوف الفيلم. أنا ما أبغى أحرق الكثير من التفاصيل، أنا حاولت أتكلم بشكل يعني ما أحرق كثير الأحداث. ولكن أيضا هدى الغانم ممثلة إماراتية قديرة، لكنها تبهرني دائما. اشتغلت معها في عمل واحد وأبهرتني في ذاك اليوم، وما زالت تبهرني من خلال الأعمال اللي قدمها وقدرتها على تقديم الشخصيات اللي تأديها بشكل رائع، وتقدر تتنقل ما بين الأداء المناسب للسينما، والأداء المناسب للتلفزيون، والأداء المناسب للمسرح على حسب المكان اللي هي تتواجد فيه. مسيطرة على أدواتها وتضيف لأي عمل تشارك فيه رغم تنوع أدوارها. حتى مع أن أغلب أدوارها دور الأم، ولكن أيضا قدرتها على تجسيد أدوار الأم بطرق مختلفة وأساليب مختلفة، وتقديم أجمل أداء لأي مخرج يتمناه. فأشيد بشدة بالفنانة هدى الغانم. عناصر الفيلم كلها مكتملة تقريبا، واستمتعنا بالمشاهدة، وأتمنى أنكم تشوفون الفيلم، وأنا متأكد أنه بيعجبكم. وتحياتي نهائي.